كان في شاب قرر يشتري بيت قديم كده على اخر البلد. البيت كان كبير وواسع بس كان سعره رخيص. واحد يقول لي سعره رخيص دي حقيقة كويسة، اقول لك لا استنى بس. لدرجة ان اي حد يسمع السعر يستغرب. الشاب برضه كان مستغرب فسأل صاحب البيت هو ليه البيت ده سعره رخيص كده. صاحب البيت رد عليه وقال له عشان البيت بس قديم ومحتاج شوية تصليحات. الشاب ما فكرش كتير واشترى البيت. بعد ما نقل فيه بيوم الجيران قرروا يكلموه ويقابلوه وقالوا له هو انت بجد هتسكن في البيت ده؟ الشاب رد عليهم وقال لهم ايوه في ايه يعني. الراجل بص حواليه وقال له بكل بطء البيت ده بقاله سنين محدش راضي يشتريه. الشاب ضحك وقال له يمكن عشان شكله قديم بس. اول يوم عدى عادي، تاني يوم عدى عادي، تالت يوم بقى الشاب كان نايم وصحي على صوت تك تك تك. في الاول افتكر ان الصوت جاي من الشارع، بس بعد شوية ركز وعرف ان الصوت جاي من الدولاب بتاعه، والدولاب ده في نفس الأوضة اللي هو نايم فيها. قام بكل بطء وقرب من الدولاب، فتح الدولاب لكن ملقيش اي حاجة. رجع ينام عادي لكن بعد شوية الصوت رجع تك تك تك. المرة دي الشاب حس ان الموضوع مش طبيعي. قرب من الدولاب تاني وفتح الباب، وهو بيبص جوه الدولاب لاحظ حاجة غريبة. أرضية الدولاب كان فيها لوح خشب شكله مختلف عن باقي الأرض. وساعتها الشاب عرف ان في حاجة غريبة في الدولاب ده، في حاجة مستخبية في الدولاب، في حاجة مستخبية في البيت ده. واحد يقول لي ايه الحاجة المستخبية؟ اقول لك ده اللي هتعرفه الجزء الثاني. متنسوش تشتركوا في القناة يا جماعة، والسلام عليكم.